السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي انتصار بيوتي للوصفات الطبيعيه المجربه. كنتمنى لكم نهار مبروك وان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال ديالكم. اليوم ان شاء الله نقدم لكم ماسك ثاني للعروس، لان بدينا سلسله العروس. اليوم غادي نبداو الماسك الثاني، وهو مكوناته سهله وبسيطه. فيه مكون واحد اللي هو فعال في تبييض ومحاربه جميع مشاكل البشره، منهم الكلف. الناس اللي كتعاني من الكلف يعني ممكن تستعمل هذا غادي يجيب معهم نتيجه. غنستعملوا هنا العدس المطحون، نستعملوا ملعقه صغيره. غنستعملوا هنا الروز المطحون مزيان بودره او الروز مسحوق. غنستعملوا ملعقه صغيره من الياغورت الطبيعي او الزبادي الطبيعي، مع نص فرماجه مثلثه او جبن مثلث، يعني كما كان النوع ديالو. النوع اللي كتستعملوا نتوما غتستعملوا، انا غير جزء بسيط منه، يعني غير شويه ماشي بزاف. غادي نحاول نجمع هاد الخلطه او هاد التبريمه ديال الوجه. غنجمعها مزيان، هي غتجي على شكل هكا شويه، غتجي قاصحه. غنوضعوها دائما، نوضعوها على الوجه وعلى الرقبه ديالنا لمده 20 دقيقه حتى تنشف. من بعد انا نوريكم كيفاش غديروا. من بعد غادي نخلطوها مزيان. العدس كيحتوي على بزاف المنافع للوجه، ممكن الطحن ديالو يعني راه كيكون عند العطار، كذلك الروز، ولكن انا كنصحكم بانكم تشريوهم صحاح وتطحنوهم في الدار من الاحسن. غادي نوريكم طريقه الاستعمال. يعني كنقبطوا شويه ديال هذه كنوضعوها على الوجه ديالنا بهذه الطريقه، كنخليوها تنشف. مني كتنشف كنفزقوا يدينا بواحد شويه من الماء وكنبداو في حركات دائريه، ما كنفزقوش الوجه ديالنا كامل، يعني كنبداو هكا 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 حتى كتبدا هذا الماسك كيبدا يتحبب لينا وكيبدا يزول لينا من الوجه ديالنا. عاد كنحيدوه. هذه الوصفه كنصحكم ديروها مرتين في الاسبوع، صالحه لجميع انواع البشره، يعني ما تخافوش منها لانها ما فيها حتى ضرر وما عندها حتى سلبيات. كنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تعجبكم، ما تنسونيش بلي لايك ديالكم، وكنتمنى انكم تفعلوا الجرس باش اي فيديو حطيتو تكونوا نتوما السباقين ليه. وما تنساوش ايضا ان اي وصفه احتاجيتوها تكتبوها في صندوق الوصف، وان شاء الله نحطها لكم. في امان الله ونهاركم مبروك.